السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه ام نسيمكم. واليوم غادي نديكم الخط الثالث ديال الترامواي الدار البيضاء، وهذه هي المحطه ديال البدايه. كيف ما كتشوفوا ها هي مقابله معايا. هاد الشارع اللي كتشوفوا راه كيدي في اتجاه السلميه. طبعا كاين لافيراي ديال السلميه مقابل معنا. هنايا ها هو كما كتشوفوا هنايا سوق السمك، سوق الجمله ديال سوق السمك. وهنا على اليمين ديالي كاين هاد البنايه اللي كانت متخصصه الرحبه ديال الزراع ديال البيض وديال الدجاج، لكن سنين وهي مبنيه باقي ما تحولوش ليها. مازال سوق الدجاج كاين في الحي المحمدي، سوق الجمله ديال الدجاج مازال كاين في الحي المحمدي. وهنا هذا راه هو حي النور، ها هو كتشوفوا حي النور، حي النور. وطبعا هذا هو شارع عبد القادر الصحراوي، واللي اللي كيف ما كتشوفوا هذا الشارع عبد القادر الصحراوي راه كيبدا من مركب السينما حتى لطريق السد، من مركب التيسيمه حتى لسوق السبت. هانتوما كتشوفوا، وهانتوما كتشوفوا بان العربه ديال الترامواي ها هي ديال باش كيديروا لي زيسي ديالهم باش بدا هذا الخط الثالث غادي قريب يبدا في الدار البيضاء، الخط الثالث ديال الترامواي. كما كتشوفوا دابا العربه ديال الترامواي ها هي باش كيديروا لي زيسي ديال هذه هي المحطه ديال النهايه وطبعا ديال البدايه. وهنا فين كيتجمعوا هاد لي ترامواي. دابا راه خارج باش غادي يمشي يدير لي سي ديالو. هانتوما كتشوفوا هذه العربه ديال الترامواي باش خاويه كيف ما كتشوفوا باش غيديروا لي زيسي ديالهم. فوالا، وماشي بعيد يكون اليوم يلا اول نهار غادي يبداو. انا ما عرفتش، ولكن ما كانوش كيبانوا ليا. يقدر يكون دابا كيبداو لي زيسي بادين، يلا اليوم غادي يبداو لي زيسي ديالهم ديال هاد العربات جداد ديال الترامواي. هذا طبعا هذا الخط الثالث ديال الترامواي. وهذا اللي حدانا دابا كتشوفوه هذا هو مرجان، هذا الخلف ديال مرجان. وهذا التيرمينوس اللي فين شديت الترامواي ها هو جاي من مورانا، التيرمينوس ديالو مرجان ديال السلميه ها هو كتشوفوه. هنايا في الاتجاه الاخر كاين عندنا هاد الجهه فيها كيف ما كتشوفوا هاد الجهه على اليمين ديالي هنا كاين لافيراي ديال السلميه، لافيراي ديال السلميه ها هو كتشوفوه. هنايا كنظن شي لوتيسمون غادا تلاح هنايا، من بعد نجيو نعطيكم معلومات عليها على هاد اللوتيسمون. فوالا ها هو الترامواي راه متبع معنا، ها هو جاي تابعنا بشويه. وهذا هنايا فين كيديروا لي زيسي. هنايا راه مرجان كيف ما كتشوفوا، هو حدانا مرجان. وحنا محظوظين اليوم انه غادي نمشيو حنا والترامواي باش تشوفوا جميع المحطات، وغادي نديروا معاهم حتى حنا لو بروميير اسي ديال هاد العربه ديال الترامواي. لو بروميير ولا ما عرفت، المهم انا كنقول لو بروميير اسي، ولكن ما عرفتش واش لو بروميير اسي بصح ولا لا. المهم حنا دابا هذا اللي كتشوفوا مرجان، واللي منه من الهيه راه هو سوق السمك ديال الجمله، سوق الجمله ديال السمك ديال الدار البيضاء. طبعا احنا غادي ندوزو عليه وغادي تشوفوا تبارك الله خيرات الدار البيضاء وخيرات المغرب. كما كتشوفوا هنا اليمين ديالي راه كاينه البديه ديال الهراويين. فوالا ها هي البديه ديال الهراويين من هنا، وحنا ما غاديش نمشيو من على اليمين، مي غادي ندورو مع الترامواي باش غادي نمشيو على اليسار ديالنا. وهو انتما كتشوفوا بان الترامواي ها هو غادي يدور من هنايا، غادي ندورو على اليسار ديالنا. طبعا انتما كتشوفوا هنايا غادي ندورو مباشره. هو كيجي من الهراويين وكيهبط هنايا مع الشارع باش كيدوز على العماله ديال بن مسيك، وكيمشي يهبط على لوطوروت وكيمشي للمدينه وداكشي. المهم حنا ما غاديش نكملوا، حنا خصنا ندوروا مع ملي غيدور الترامواي، لان الترامواي غادي يدور على عبد القادر الصحراوي، وحنا حتى حنا غادي ندوروا معاه على عبد القادر الصحراوي. حنا خلينا العربه ديال ليسي ديال الترامواي جايه مورانا وغادي نمشي. طبعا هادو المجازر انتما كتشوفوا المجازر ديال الدار البيضاء، المجازر الحضاريه ديال الدار البيضاء. وهنا
المجازر الحضريه الدار البيضاء توجور. وهنايا سوق السمك بالجمله هانتوما كتشوفوا. وطبعا هنايا راه غادي تشوفوا بانه غادي ندوروا مع عبد القادر الصحراوي باش غادي نمشيو نمشيو مع لا لين ديال الترامواي او ديال الترامواي لا لين 3 واللي كتجيب من كيف ما كتشوفوا من السلميه. هانتوما كتشوفوا هاد المحطه واللي سميتها محطه 10 مارس. وطبعا النهايه راها في اتجاه الميناء النهايه، اتجاه الميناء النهايه. فوالا هذه هي المحطه ديال 10 مارس. اذا هذا الخط الثالث كيبدا من حي الوحده وكيمشي للميناء. فوالا هذه هي 10 مارس وحنا غادي نستمروا في الطريق ديالنا. وهذا هو المحطه ديال 10 مارس وحنا غاديين في الشارع ديال عبد القادر الصحراوي. وهانتوما كتشوفوا بان الترامواي راه جاي تابعنا المحطه ديال 10 مارس وها هو غادي معنا في نفس الاتجاه وحنا حتى حنا غاديين معاه باش غادي نمشيو. اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا البلاصه السوق ديال الاربعاء القديم كانت كتعمر هنا السوق حي لاله مريم. بغيت نقول لكم هذا المركز هنايا راه مركز ديال التنميه البشريه، فيه لا بسيكولوجي وفيه بزاف التخصصات وفيه جمعيات. وهذا ها هو هنايا حدا هذه المحطه ديال 10 مارس. وهذا حي لاله مريم اللي دويت لكم عليه راه من اقدم الاحياء هنايا في هذه العماله. طبعا احنا غاديين في اتجاه الميناء. اسمحوا لي هذا راه هو العلام، هذا شارع العلام. وهذاك اللي كنا فيه قبيله اللي هذاك راه شارع 10 مارس مطول. اعتذر طبعا انا ما تندعيش بانني كنعرف كل شيء. انا راه انا كندير اخطاء وحتى انا كنغلط، كنبغي نقول حاجه كنصدق قايله حاجه اخرى. نقدر يكونوا بدلوا سميه الشارع وما نعرفوش اولا ما نعرفش اصلا ما نعرفش سميه الشارع. يعني ما كندعيش انا المعرفه ولا شي حاجه، ولكن كنحاول نخصص شويه من الوقت ديالي للناس اللي غادي يركبوا في الترامواي باش يعرفوا المحطات اللي غيدوز منها الترامواي ونقرب منهم المعلومات. هذا الشيء هذا هو الهدف ديالي. طبعا على اليمين ديالي هذه راها حي المسيره، هانتوما كتشوفوا حي المسيره. وهنايا هذه راه دار الشباب اظن ثانويه. وهذه المحطه سميتها عبد القادر الصحراوي، واخا هي كاينه في شارع العلام ولكن اعطينا السميه ديال عبد القادر الصحراوي. ها هي كتشوفوها. فوالا اتجاه الميناء النهايه. وحنايا غاديين مستمرين مع الخط ديال الترامواي. وكيف ما كتشوفوا راه العربه جايه تابعنا ديال الترامواي وحنا غاديين قدامها. وهذا الشيء جا بشكل مفاجئ. انا ما كنتش عارفه بان اليوم غادي يديروا ديزيسي. راه كنا كنتظروا امتى غادي يبداو لي بروميير ايسي ديال العربه. والمهم انا غادي نقرب منكم المحطات ونعطيكم معلومات على المحطات ديال الترامواي. حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب وبارطاجيو الفيديو. هذا هنايا راه حي الفلاح. ها هو دابا انتقلنا لحي الفلاح. فوالا هذا هو حي الفلاح. وراه فيه قصريات وفيه العديد من يعني من لي سيرفيس اللي كاينين هنا في هذا حي الفلاح. سينما الفلاح ها هي ساده. اكتشفوا جميع شنو سميت هذه المحطه، اكتشفوها جميع. فوالا محطه دريس العلام. فوالا. وطبعا سموه على الشارع اللي هو سميتو العقيد العلام. هما دابا داروا ليه دريس العلام. المدرسه كان سميتها مدرسه العقيد العلام وهذه المحطه سموها دريس العلام. اذا نتوما ملي غتوصلوا للعقيد العلام راه هي فين غتلاقاو هنايا مع الترامواي الخط الرابع ديال الترامواي. وحنا دابا راه غاديين في الخط الثالث ديال الترامواي. وباش تعرفوا بان هذا هو الشارع دريس الحارتي. حنا غنقراو على اليمين ديالنا غادي نلقاو الليسي ديال دريس الحارتي حتى هو من اقدم الليسيات. وهنايا على اليمين ديالنا راه كاين حي السلامه 3. هي هذه حي السلامه 3 واللي فيها اعدادي الليسي ديال دريس الحارتي. ها هو قبل معنا. طبعا هذه المحطه اللي كانت قبل منا هي محطه المواصله باش لا كورسبوندونس باش كتلاقى مع لا لين 4 ديال الترامواي. حنا غاديين في لا لين 3 ديال الترامواي.
التراموايات هنا متقاربين، 100% غتكون وحده ديال الادب وحده ديال العلوم. وهنايا على اليسار ديالنا راه دائما حنا باقيين غاديين مع لاله مريم. هذا اللي قدامنا راه سوق الجمله ديال الخضره، كيف ما كتشوفوا سوق الخضره. هاد المحطه اللي مشينا عليها دابا المحطه ديال لاله مريم هذه. هلا هذه هي سوق الجمله، ها هي كتشوفوها هنايا سوق الجمله على اليسار ديالنا، وعلى اليمين كاينه العماله. هذا راه الجرده ديال العماله ديال بنمسيك. طبعا هنايا السكنه ديال العماله بنمسيك، وغادا مستمره حتى غادي نتلاقاو مع العماله. وهنايا على اليسار ديالنا كاين كاينه سوق الجمله. هي كتشوفوا سوق الجمله. هذه الحديقه ديال الايسيسكو، ها هي حديقه الايسيسكو، حتى هي كيديروا فيها متنزه وتيديروا فيها الرياضه. وكاين حداها مليها كاينه ديال الفروسيه، نادي الفروسيه، وكاين التيران ديال الفوق حتى هو تيران سيما. وحنا غاديين مع دريس الحارتي. طبعا غادي نستمروا في الطريق ديالنا على دريس الحارتي. فوالا مطول، ها هو دريس الحارتي، شارع الجولان. انا اظن هذه المحطه غادي يسميوها محطه شارع الجولان. حتى كيفوتوا الشارع هذا كيسميو عليه، ماشي بعيد. سموها على حديقه الايسيسكو. هذه المحطه سموها حديقه الايسيسكو، محطه ديال حديقه الايسيسكو. الشارع الحارتي راه هو شارع الشجر. في القديم كنا كنقولوا شارع الشجر، دابا حايدوا الشجر داروا النخل وداروا الترامواي، وراه هو هذا. كيف ما كتشوفوا شارع الحارتي هو هذا، ها هو. وحنا دابا غادي نوصلوا للمحطه الماشيه. ديال المحطه سميتها عبد السلام الناصري، هي هذه. وهنايا راكم عارفين كاينه القيصريه، وكاين قيصريات هنايا. المهم بحال هنايا الزنقه 18 فين كان السوق، ها هي فتناها دابا. وحنا غاديين توجور مع الحارتي. حنا دابا غادي نخرجوا لطريق مديونه و6 نوفمبر. وطبعا هذه راها سميتها فوالا سموها 6 نوفمبر نيت، اتجاه الميناء النهايه. وطبعا هذا راه في الاتجاه الاخر هو اتجاه الوحده. وهذا اللي قدامنا هو شارع 6 نوفمبر. وداكشي اللي سموهم هذه المحطه محطه 6 نوفمبر. وحنا دابا غادي نخرجوا لمديونه، غادي نخرجوا مباشره في اطول قنطره في افريقيا. يلاه دارت هاد القنطره باش كيدوز الترامواي، كدوز الباصواي، كيدوز منها حتى الترافيك ديال الطوموبيلات والطوبيسات وهذا. يعني قنطره راه ما عرفت شحال من الشارع اللي دايز تحت منها، جات طويله بزاف. سبق وحطيت لكم فيديو عليها. وراه هنا فين غادي نخرجوا مباشره، غنخرجوا في دوك المحلات ديال الارساليات بالنسبه للناس اللي باغيين يصيفطوا شي حاجه لبرا، ولا الناس اللي كيبغيو يسافروا في الكيران. هنا فين كاين لي زاجونس مساتفين بزاف، لي زاجونس كاين هنايا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصيفطوا شي حاجه لبرا وداكشي، ما عليهم الا يجيو ينزلوا في هذه المحطه اللي حنا غادي نوصلوا ليها دابا. هذه القنطره اللي كتبان لكم هي طريق مديونه، واللي دابا طلقوا عليها شارع محمد السادس، ما بقاوش كيقولوا شارع مديونه، ولكن بيان سور الناس القدام تيسميوها مديونه. شارع محمد السادس هو هذا. وهذه هي القنطره، ها انتم كتشوفوها اكبر قنطره في افريقيا. تيقولوا بان اطول قنطره في افريقيا. هادو هما المحلات ديال الارساليات وديال الطوبيسات وديال هانتوما كتشوفوهم هنايا مساتفين. فوالا وها القنطره، انا كنشاده لكم على القنطره باش تشوفوا فريمون داروها عتقوا بها الناس، لان مولف هنايا كاين اكتضاد بواحد الدرجه. باش ما نكذبش عليكم، انا دابا هاد
هاد القنطره راه ما خلاتنيش نشوف. تقدر تكون كاينه شي محطه هنايا كون راه مسمينا محطه محمد السادس ولا العلم الله، انا ما عرفتش لان القنطره ما خلاتنيش نشوف واش كاينه شي محطه لداخل ولا لا، لكن نقدر من بعد نجيب لكم معلومات. مبدئيا دابا المهم غادي نمشيو وغادي نوصلوا جوبونس هنايا كاينه واحد الاداره ديال كانت لوينو، كانوا الناس كيجيو يخلصوا هنا لوينو، دابا ولات ليداك توزاني. والله الا بصح انا عاقله عليها، لان هنا هذه هي لوينو دار توزاني، هي دابا ولات ليداك دار توزاني، هي هذه معروفه، ها هي قديمه هاد لاجونس. وهنا على اليسار ديالنا راه عين الشق، ها نتوما كتشوفوا عين الشق على اليسار، على اليسار ديالنا عين الشق. فوالا دابا غادي نعاودو نتلاقاو مع 6 نوفمبر، ها هو غادي يجي يخرج هنايا. دونك هنايا ملتقى 6 نوفمبر مع الشارع ديال محمد السادس، هو هاد الرون بوين هادي اللي قدامنا معروفه ملتقى 6 نوفمبر. هاد الرون بوين قديمه من الرون بوين القدام في الدار البيضاء. وطبعا كيف ما قلت لنا دابا هاد المحطه اللي كانت قبل راه هي ديال توزاني. والمهم حنا غاديين دابا في اتجاه السوق ديال افريقيا، السوق ديال اللي كان كيعمر فيه سوق الغنم في العيد الكبير. حنا غاديين دابا في الاتجاه ديالها، وهذا هو شارع محمد السادس، وغادي نقطعوا لوطوروت ديال طريق السيار ديال الدار البيضاء اللي كدوز، طريق السيار اللي كيدوز من وسط الدار البيضاء. سمحوا لي الا كنت كنزرب، وسمحوا لي الا كنت كنقول الهضره وتنعاودها، راني كندير هادشي لايف. دونك حاولوا نتوما تفهموا شي شويه، وشجعوني باللايك وسبسكرايب وبارطاجي. والمهم نتوما عارفين باش الواحد كيزيد، غادي نزيد نشد لكم الخطوط الاخرى ديال الترامواي في الدار البيضاء وحتى الباسواي. ودابا راه محطه جديده هذه، ها حنا غادي نشوفوا الاسم ديالها حتى هي افريقيا، محطه افريقيا. هذه محطه افريقيا، فوالا محطه افريقيا. وهنايا هذا راه وزير البراد القديم، فوالا ها هو وزير البراد. دابا كلشي ولا كيجي مستورد ولا العالم الله. هادي دابا حنا وصلنا للوطوروت، وهذا هو السوق الجمله اللي قلت لكم ديال، ماشي سوق الجمله مي السوق ديال الحولي اللي كيعمر فيه الحولي. دابا ما عرفتش واش ما بقاش كيعمر، حيدوا منه هاد ما بقاش كيعمر بالسوق الحولي. دابا حيدوا منه السوق الحولي، ولكن داروا فيه مركب رياضي، فيه لا بيسين وفيه قاعات، المهم قاعات فيهم بزاف لي سبور. وهنايا طبعا احنا دزنا على القصريه ديال المنظر العام كاينه على اليسار ديالنا، وحنا دابا غاديين في اتجاه القريعه على اليسار ديالنا، وعلى اليمين كاين مرجان ديال درب السلطان. ها هو غادي نخرجوا في مرجان درب السلطان. هذه هي لوطوروت شوفوها، لوطوروت. وطبعا هنايا راه على اليسار ديالنا كيف ما قلت لكم هذا كيف ما كتشوفوا هنايا راه المحطه ديال ابو شعيب الدكالي. وطبعا حنا راحنا جايين من حي الوحده النهايه وغاديين لاتجاه الميناء النهايه يعني. وهذه كيف ما قلت لكم المحطه ديال ابو شعيب الدكالي. وهذا هو شارع ابو شعيب الدكالي. ها هو جاي وحده مرجان ديال درب السلطان. ها هو مرجان. هذا اللي كتشوفوه هنايا اليمين ديالنا راه هو حي الدريسيه. ها هو كتشوفوا هذه هي حي الدريسيه. هنا على اليسار ديالنا راه كاين كيف ما قلت لكم السوق ديال القريعه. وغاديين الا مشيتي من هنا غتلقى القريعه كتبدا من هذا السوق. هذا السوق هو اللي فيه الفراخ وفيه الكلاب، تيتباعوا الكلاب والفراخ وداكشي. وهنايا كاين الدريسيه طبعا، ولا زدتي غتلقى حي الفرح وغتلقى سميتو المهم درب ميلا وداكشي كاين هنايا على اليمين ديالنا. على اليسار طبعا كما قلت لكم كاين القريعه. حنا غاديين دابا في توجور مكملين في الشارع ديال محمد السادس. فوالا حنا فتنا دابا دريسيه.
نتمنى نكون هذا الفيديو حطيت لكم معلومات مضبوطه، ولو انه ارتجال، راه كان ارتجل لكم الصوت، نقدر من بعد نعاود ندير مونتاج للصوت. هاد المحطه هي محطه درب الشرفه، لان هنا على اليسر ديالنا هو درب الشرفه، على اليسر هي درب الشرفه، فين كان واحد الوزين ديال العود، وزين كبير العود وداك الشيء، وعلى اليمين ديالنا درب السادني، هذا هو درب السادني، وعلى اليسار كاين درب الشرفه. وداك الشيء علاش هاد المحطه اللي دزناها سميتها محطه ديال درب الشرفه. كنعتذر من اي واحد شديته في الفيديو، كنعتذر منه، واللي شاف واللي بغى يحيد الصوره ديالو من الفيديو ما عليه الا يتصل بيا في الرقم اللي غادي نحط في الهاتف، وانا نحيد المقطع اللي فيه. انا كنحاول ما نشدش على الوجوه، لكن كنطلب السماحه من اي واحد شديت ليه وجهه ما عليه الا يتصل بيا. المهم احنا غاديين دابا في اتجاه القصريه، دابا غنوصلوا لقصريه د الحفاري. كل هذه لي بورطابل هي الاولى غادي نلقاوها على اليسار من مورا المحطه ديال محطه البنزين ديال افريقيا. دابا غادي نتلاقاو هاد المحطه اللي غنوصلوا دابا، راها محطه ديال لو كورسبوندونس 2 ديال الترامواي، لا لين 2 اللي كتجيب من البرنوسي وكتدي لعين ديال. دونك بالنسبه للناس اللي غادي يجيو في هاد الترامواي اللي هو النمره 3 في الدار البيضاء وباغيين يمشيو لعين ديال، ما عليهم الا ينزلوا في هاد المحطه باش يركبوا في لا لين 2 الا كان باغيين يمشيو لعين دياب، ولا باغيين يمشيو للمعارف، ولا باغيين يمشيو المهم او الولفه. اما الا كانوا باغيين يمشيو للبرنوسي لاكارد عين السباع، المهم برنوسي في السينما وداك الشيء، سمحوا لي انا لان في الفيديو اللي فات كنت هضرتي على لاكارد عين السباع، حبست عند، ولكن انا عارفه بان الترامواي كيكمل، معليش هذا بالنسبه لاول فيديو. هو حي جديد، هذا الحي المجد، يلا ما عرفتش انا شنو كان في بلاصتو، وقيل كانوا ما كانت شي حاجه هذا. المهم عاد تطلع هذا الحي انا ما عرفتوش امتى طلع. طلبه، درب طلبه، عرفتي علاش؟ لان هذه البلاصه هنا على اليسار ديالنا هو درب الطلبه، قديمه درب الطلبه، قديم، فيه البنايات قديمه بزاف، معروفه درب الطلبه في المقاومه فاش كان استعمار وداك الشيء، معروفه درب الطلبه. المهم حنا دابا هذه على اليسار غادي نقطعوا الشانطي وغادي نوصلوا سميتو درب السلطان، قصريه درب السلطان، وغنبداو بقصريه اخماسي هي اللي على اليسار. هذا اللي قدامنا دابا بيربونديكولير هو شارع الفيدا، كيجيب من حي الشيفا يدي ل2 مارس. وهذا اللي قدامنا حنا دابا على اليمين راه هو درب الكبير، حتى هو من الدروبه القدام ديال الدار البيضاء ومن المقاومين الاصليين ديال الدار البيضاء. فيه كانت مقاومه ديال الاستعمار، وهذا يعني هاد الدروبه هنايا راه كيف ما كيقولوا راه التخت ديال الدار البيضاء. المهم وحنا كنشوفوها هو لا لين ديال الترامواي ديال النمره 2 اللي كيجيب من البرنوسي وكيدي لعين ديال، فوالا ها هو شفتوه. دونك بالنسبه اللي باغي يمشي ما عليه الا ينزل هنايا في هاد المحطه ديال درب الطلبه. نتوما كتعرفوا درب السلطان، لو وصلتي درب السلطان عرف بان كاين الزحام، ها نتوما كتشوفوا زحام 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 زحام. المحلات ديال البيع والشراء، الكرو، اي حاجه كاينه هنايا، الاثواب داكشي. ما عرفتش انا اللي غادي نقدر نقول لكم هو ان في درب السلطان سيرتو الحوايج، سيرتو شي حوايج بحال هكا، اما اللي بغيتي مواعن بلاستيك وداكشي الاكثريه تيمشيو لدرب عمر. مي درب السلطان معروف بهذا الشيء ديال الحوايج، اللباس وهذا موجود، وفان كلشي كاين، خاصها الفلوس. الله يلطف بينا والله. وحنا دابا هذا هو درب السلطان، هانتوما كتشوفوا قصريه درب السلطان. هاد المحطه دابا ما عرفتهمش، احنا دابا غادي في اتجاه ديال سميتو ديال القصر، راه القصر دابا اللي غادي نوصلوا لكراج علال. فوالا محطه كراج علال، هذه محطه كراج علال، حيت هذا اللي قدامنا دابا كراج علال. حنا غنوصلوا دابا لكراج علال. اش غادي نقول لكم؟ درب السلطان ها انتم راه الحوايج بيجامات الكرو، شوف كاين غير الكرو، ما كاين غير الخناشي عامرين بالحوايج.
فوالا ويكو سبور هانتوما كتشوفوا. وهذا هو كراج علال فين كانوا الكيران. طبعا نتوما عارفين كراج علال القديم دابا تحيد، هما ولاو بلاصتو هنايا هاد الجرده وهاد الشيء تما فين كانوا كيوقفوا الكيران. هنايا قدامنا راه هو الحبوس. باقي ما وصلناش ليه، ولكن كاين القدام على اليسار ديالنا. وهنا على اليسار ديالنا راه كاين فين كيتباعوا الثلاجات بالكرو، كيتباعوا لي فريغو، التلفازات. هذا هو البلاصه ديالهم، هي هنايا. غنشوفوا هذه المحطه اشنو سميتها، محطه الحبوس. فوالا مسموها على الحبوس. محطة الحبوس. طبعا الحبوس اللي بغيتو راه خصكم تدخلوا مع هنايا فين كاين القصر وتدخل لداخل باش تلقى الحبوس. هنايا كاين رحبة الزرع ديال الحبوس، ما عرفتش واش مازال ولا لا. وهنا هذا هو القصر، ها هو كتشوفوا على اليسار ديالنا القصر ديال المشوار. وهنايا على اليمين ديالنا كاين سميتو غادي نلقاو دابا مباشرة غادي نلقاو بياضة، وغادي نلقاو كراج ماشي كراج علال مي حنا باقي مستمرين في الشارع ديال محمد السادس، شارع مديونه قديم. هنايا اللي كيبان ليا هنا بزاف هو دوك البيشان بحال دابا لي طونط اللي باغي، والمواد ديال الفلاحه وداك الشيء. هنا راه هذه هي بنجديه على اليسار ديالنا، راه بنجديه. نقول لكم قبيله كنت بديت الهضره وما كملتهاش، قلت لكم راه حنا غاديين في اتجاه بنجديه دابا هي هذه حنا غادي نفوتوها باش غادي ندخلوا في اتجاه درب عمر. لكن الترامواي ما عرفتوش انا واش غادي يزيد في اتجاه درب عمر ولا غيدور في شي جهه اخرى، ما عرفتش الصراحه. ما عرفتش واش غيعاود يتلاقى مع داك الترامواي داك لا لين 4 ديال الترامواي، واش غيعاود يتلاقى بها هنا ولا لا. المهم حنا غادي نشوفوا. حيت لي انا بحالكم اللي اول مره كنكتشف هاد، يعني اللي اول مره كنكتشف، انا عارفه البلايص لكن اللي اول مره كنكتشف هاد الترامواي الرقم 3 منين كيدوز. انا غاديه معكم زعما محطه بمحطه وثاني كنكتشف بحالكم. ونشوفوا هاد المحطه شنو سموها هنايا. الوغ شنو سميتها؟ محمد الزرقطوني، لان هذا الشارع اللي غادي نتلاقاو معاه دابا راه هو الزرقطوني، واللي كيبدا من هنا قطوني راه هو هذا، كيبدا من هنا وكيمشي حتى كتحبس حتى البحر. لانه هنا فين كتبدا، هنا كيبدا هذا الشارع اللي بيربونديكولير معانا على اليمين المقاومه وعلى اليسار الزرقطوني. تحيه وشكرا ليه. طبعا لانه ذكرني في هذه المساله. هذا بنجديه راه هو قصريات هنا والكرو، داكشي ديال اي حاجه في الحقيقه، كتوبه، مانط. نتوما كتشوفوا المحلات والسلعه كتشارجا. حنا دابا غادي نتلاقاو مع الخط الرابع ديال الترامواي، وهنا المحطه ديال ساحه النصر بالنسبه اللي باغي ينزل في درب عمر. وتهلاو في درب عمر الصراحه. لا هو غادي يمشي، لان هنا فين غادي نتلاقاو كيف ما قلت لكم. هو لا لين هذه هنا المحطه ديال لا لين 4، وحنا غاديين مع لا لين 3. هذه الساحه ديال درب عمر. سبق وشديتها لكم في الفيديو اللي فات، الفيديو السابق. فوالا وشوف شايف حنا غاديين في اتجاه الميناء النهايه. كنحاول ما نشدش الناس، علاش كتشوفوني كنبقى ندور الفيديو باش ما نشدش لي باساجي. ما كتعرفش شنو الشارع سميتو محمد سميحه، هاد المحطه راه سميتها محمد سميحه. فوالا محطه محمد سميحه. وهذاك الترامواي اللي كتشوفوا فيه دايز من ليها، هذاك راه هو لا لين 1 اللي كتجيب من لي سيسفا، اللي كتجي من لي سيسفا وكتدي لسيدي مومن، اولا كتجي من سيدي مومن كدي لي سيسفا. هي هذه. دونك اللي باغي ينزل
باش يركب في الترامواي رقم واحد ما عليه الا ينزل في هذه المحطه ديال محمد سميحه. اعتذر سيدي مومن اناسي، المهم اناسي النهايه ديالو، دونك من اناسي لليسي صفا. فوالا من بعد غادي نحط لكم تا هو فيديو على المحطات ديالو كاملين ان شاء الله. ما عليكم الا تشجعوني بلايك وبسبسكرايب وتابوناو في القناه، بارطاجيو مع اصدقائكم. نتمنى نكون جبت لكم شي حاجه، كنجيب لكم شي حاجه مفيده. ما تنساونيش من التعليقات. وحنا غاديين في اتجاه الميناء، حنا مكملين الطريق ديالنا حتى للنهايه. هاد التيران هنايا هذا اللي كتشوفوا راه مدرسه ديال الوداد. شوفوا ستاد فيليب، ها هو سي فيليب راه دار هاد الستاد ولكن راه بقى خاوي. ها هو ستاد فيليب. فوالا باش نشد لكم مزيان، كنحاول ولو انه عنده واحد الديزاين بشكل. المهم هذا هو ستاد فيليب، راه مكمل من هنايا. ما تما مشى الترامواي غادي يمسك ليه. ايوا المهم حنا مكملين مع الترامواي. ها هما كتشوفوا هنايا راه السيرفيس دي ميل، وحنا غادي نمشيو مع الترامواي حتى للنهايه. فوالا دابا حنا قراب لاكار ديال كازابور. هنايا ها هو المحطه ديال النهايه هنايا. فوالا ميناء النهايه.